تعالى النهارده نحكي حدوته ولا ألف ضحكة وضحكة. طبعا كلنا عارفين ان الاتحاد الافريقي الكاف اعلن يوم الخميس اللي فات عن جائزة الافضل في القارة الافريقية، واللي هيتعلن عن الفائز بالجوائز دي في مدينة مراكش في المغرب يوم 16 ديسمبر اللي جاي. كل الكلام ده جميل وكله تمام ومفيش اي مشكلة. نيجي بقى لتخاريف الكاف اللي استبعدت اصلا احسن لعيبة في القارة في مشهد غريب قوي. تخيل تستبعد محمد صلاح وفيكتور اوسيمين وابراهيم دياز، مع احترامي طبعا للاسماء اللي دخلت في القايمة، طبعا شيء مش منطقي اصلا. يعني مثلا الكاف عايز يقنعنا ان سفيان رحيمي مع العين والمنتخب المغربي افضل من صلاح والارقام اللي حققها مع المنتخب المصري ومع ليفربول في الدوري الانجليزي الاقوى في العالم، ده غير دوري ابطال اوروبا اللي بيلعب فيه ومحقق فيه ارقام خياليه. طب ابراهيم دياز، طب فيكتور اوسمين، طب ده كلام ده كاف. طيب هنا بقى هنركز في حته مهمه جدا، وهو ان الكاف بيوضح لنا انه استبعد الناس دي عشان يكسب ناس معينه. وبما ان الحفله موجوده في مراكش في المغرب، فاعتقد ان اللي هيفوز بالجائزه دي هو واحد مغربي، بس ما تقولش اشرف حكيمي، رغم ان معاه في القايمه 2 مغاربه وسفيان رحيمي. وده طبعا لما تقرا القايمه اللي مكونه من 10 لعيبه. اقرا القايمه كويس جدا وهتعرف هم ليه عملوا الحوار ده كله.